ازيكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست المتواضع بتاعنا. ضيف حلقتنا النهاردة هو شخص، على قد ما هو شخص لطيف وجميل ويبان انه بريء وكل حاجة، بس حرفيا انت لو اتسحلت في فيديوهاته من بعد الساعة 12 مثلا كده انت مش هتخرج. انت هتقوم تعمل حاجة تاكلها، المطبخ كله هيتقلب، هتلاقي نفسك بتبوظ الدايت، هتلاقي نفسك بتتخن. هتعرف قيمة الراجل ده في الصيف يعني، فاهمين يعني. يعني لا، ما هو يعني الفيديوز بتاعتي المفروض تشتغل يعني في يوم يوم الفري الفري بس، يا يعني راجل، ما يعني في تبقاش الاول شغاله خلينا طول نرحب بيك. الاسبوع. ازيك يا عمر؟ ازيك يعني يا عبد انت الرحمن، عامل ايه؟ مشرفنا. شكرا على استضافتي يعني عندك في لا، انت البودكاست. انت انا مبسوط منورنا قوي ان انا والله يعني، معاك. ويعني انت لازم يحصل وقفه بقى اللي انت بتعمله ده، فاهم يعني. لازم تلم نفسك بقى، لازم في اي حاجه تحصل. يعني فيديو سجق يجيب 17 مليون. لا لا لا، ده كده لازم الحقونا بقى، فاهم. عامل ايه يا عمر؟ إيه الاخبار؟ انا تمام، كل سنه عامل إيه وانت انت؟ طيب. ويعني وانت خلاص بقى طيب يا احنا رب. داخلين على دخلة رمضان. ويعني اظن انت بقى في رمضان يعني الدنيا هتقل شويه، ولا في بقى في حاجات في رمضان انت محضرها بقى، فاهم ان انت تجوع الناس بقى. والله يعني انا في رمضان بحس ان الدنيا زحمه قوي من امم ناحيه الاكل. فممكن في رمضان الدنيا ما هتقل اضمنكش، لا يعني انا مش مش مصدقك. هتزيد. طب- يعني أنا عندي افكار دلوقتي مثلا لفيديوهات رمضان. أ- طبعا في الاخر، لانه يعني البيج عن الطبخ هيبقى فيها حاجات عن الاكل امم برضو وكده. بس مش هتبقى وصفات قوي، يعني مش عايز احرق الفكرة، بس يعني الناس هتشوفها في مستنيه رمضان ان حاجه شاء الله. كويسه. يا رب. طب خلينا نبدا معاك من الاول خالص بقى. ايه اشمعنى الطبخ؟ ليه الموضوع بدأ بالطبخ واتطور ازاي؟ ومره واحده بقى على الفيسبوك، ومره واحده بقت ملايين، ومره واحده بقت جمهور لا، هو الموضوع ما امم بدأش بالطبخ. لو قصدك الفيديوز والسوشيال ميديا وكده، فانا من زمان قوي وانا بعمل فيديوهات من قبل، ممكن اقول من قبل اليوتيوب الفيديوهات اصلا. كانت محتوى ايه في الاول واحنا خالص؟ كنت بقى بصور انا واخواتي فيديوهات على الكاميرا الفيديو بتاعت زمان دي امم خالص، بابا جابها لنا. وكنا بنصور عليها فيديوز كده للبيت، يعني اللي هو بيسموها هوم فيديوز، نقعد امم نصور عليها اي حاجة، نعمل سكتش صغير، نصور حاجة حقيقية بتحصل. فبعد كده انا فاكر تقريبا كانت 2008 او 2009. كنت بره وشفت امم اليوتيوب. وساعتها انبهرت بفكرة، لان انا كان على طول في دماغي انا عايز اشتغل في المجال ده، في المجال اللي هما بيعملوا فيه الفيديوهات ده، كان امم عاجبني قوي. ف زي ما بقولك، جيت في مرة شفت اليوتيوب فانبهرت، قلت ايه ده؟ يعني انا ممكن واحد يعمل فيديو من غير برودكشن تيم، من غير مصورين، من غير مخرجين، من غير ممثلين، هو لوحده يعمل كل امم حاجة في الفيديو، ويعمل له ابلود على موقع غريب كده على النت، وناس من العالم كله تشوفه. ففي ساعتها قررت اول ما نزلت مصر، رحت لواحد صاحبي عبد امم العزيز. قلت له عبد العزيز، قلت له الفكرة، قلت له احنا لازم نعمل فيديوهات. فمن هنا بقى بدأ الموضوع. هو ده اللي بدأت بقى اعمل فيديوهات. ساعتها كنا بنعمل سكتشز بقى، يعني المفروض ان هي كوميدية، بس احنا كان دمنا تقيل قوي. ده اللي بدأت بيه. اليوتيوب في مصر ما كانش منتشر قوي زمان، زي ما بقولك الموضوع ده في 2008 او طبعا 2009 الفيديوهات دي تقريبا. كلها دلوقتي ف اتشالت طبعا، اتمسحت من الفيديوهات اتحرقت من على اتحرقت اليوتيوب. دلوقتي. محدش يدخل يدور عليها، مش هيلاقيها. بص، هي موجودة بس مستحيل حد يلاقيها، بس انا عارف هي فين. لكن للاسف الاكونت اللي كنت بنزل منه الفيديوز ضاع، يا الباسورد خبر بتاعته والايميل ابيض، بتاعه يعني مش الحاجات دي فاكر ايه موجودة هو. على اليوتيوب دلوقتي؟ فهتفضل موجودة يا في خبر مكان ما، ابيض، بس اتمنى ان مستحيل حد محدش. يوصل لها. ما اعتقدش ان حد يعرف يوصل لها. وفضلت مكمل بقى آه في الفيديوهات دي. امتى بقى قررت ان هو لا ده انا هغير بقى الموضوع خالص بقى، ويعني ايه ده؟ احنا فضلنا مكملين شوية، بس بعد كده بقى الحياة يعني ما بتخليش امم حد فاهم مستقر في اللي هو فيه. جت ثانوية عامة، بعد كده جت الجامعة، وانشغلت بقى في الجامعة واللي معايا في الشانل برضو انشغلوا في الشغل بقى، في الجامعة، في الدراسة، في الكلام ده كله. امم وقفنا خالص. انا علشان والدي بقى متغرب طول عمره تقريبا من اول ما اتخرج.
واحنا على طول يعني بنسافر مثلا في الاجازه، كنت بدرس في مصر وبعد كده نسافر في الاجازه نقعد عنده فتره ممكن بتاعت الاجازه كلها. فكنا ساعات نقعد عنده من غير ماما مثلا، فكنا نلاقي بابا هو اللي بيطبخ في المطبخ، احنا ندخل نساعده. كان ده العادي عندنا يعني. ممكن كان اسر تانية كتير غريب فيها ان الراجل يبقى هو اللي بيطبخ، بس ده كان الطبيعي يعني. ما كناش بنستغرب لان احنا طول عمرنا عارفين بابا لو موجود وماما مش موجوده بابا اللي بيطبخ، لو ماما موجوده وبابا يعني مش هنبقى عارفين، ممكن ماما اللي تطبخ ممكن بابا اللي يطبخ. فكان ده عادي عندنا. فانا كنت حابب الموضوع، كنت حابب ان انا ابقى معاهم في المطبخ وهما بيطبخوا. بستمتع. هو الطبخ ممتع يعني. الطبخ ممكن مش لكل الناس بس انا بحب ان انت تعمل حاجه وتلاقي نتيجتها على طول، ونتيجتها لو طلعت حلوه شوف بتبقى نتيجتها حاجه بقى في لذيذه وش قوي. الناس اللي انت بتحبهم بقى. بالظبط. وفي وقت قليل، غير مثلا لما تبقى بتعمل مشروع في لا ده هندسه هو ولا ده حاجه هو في تقعد فيه ساعتها سنين على ما تشوف نتيجته. ده في نص ساعه ولا حاجه الاكله بتخلص وتلاقي نتيجته بقى على وش الناس اللي هتدوقها وكده. فحبيت الطبخ. انا طول عمري بحب اعمل فيديوهات زي ما قلت لك، فطول عمري في دماغي انا لازم هرجع اعمل فيديوز. فلما جت الفرصة ويعني والفترة اللي بدأت فيها عمر's Cooking كانت فترة الكورونا. فلما جه الكورونا وانا شغال، انا بدرس في الجامعة، فالدراسة وقفت خالص قبل بقى ما كانوا عايزين يظبطوا نفسهم يشوفوا ازاي هنعمل الدراسة من البيت والwork from home ده هيتظبط ازاي. فقعدنا فترة كده ما بعملش فيها حاجة. قلت خلاص ده وقته، ده الوقت اللي انا هعمل فيه اللي انا بقالي كتير مستني ان انا اعمله تاني. انا بقالي كتير من ساعة ما وقفت الشانل مع صحابي ده انا عايز ارجعها تاني ومفيش فرصة. اهي جات لي الفرصة. طب ازاي هعمل سكتشز لوحدي ويعني وهتبقى سكتشز برضو دمها تقيل كده زي اللي كنا بنعملها زمان ولا ايه؟ لا طب ما في حاجة تانية انا بحبها جدا برضو قد ما انا بحب ان انا اعمل فيديوز، وهي الطبخ. فقمت عامل الشانل على الطبخ. وكمان كان سبب تاني ان كتير كان لما يدوق اكل عندي يقعدوا يقولوا انت عملتها ازاي، طب ما تقول لنا الوصفه مش عارف ايه. فقلت طيب ما دي تبقى سهله، لو حد قال لي ما تقول لي الوصفه بتاعت حاجه معينه اقوم باعت له الفيديو سهله بدي 3 دقايق اللي هو فيه الوصفه. بالظبط. فاكر بقى اول يعني فيديو عملته خالص؟ اول فيديو عملته خالص في حياتي ولا في الطبخ؟ اعتقد الكفته صح. مش متأكد بس اعتقد هو الكفتة. اول فيديو عملته ده انا بتكلم على اول فيديو عملته ونزلته، لكن انا كنت عملت قبل ما ابدأ الشانل عملت تجارب كتير كده عشان اشوف ايه الستايل اللي انا عايز ابدأ بيه. فاول فيديو خالص عملته انا فاكره كان مكرونة بالجمبري. ده اول فيديو صورته بس ما عجبنيش الستايل بتاع التصوير في الاول فما نزلتوش. وجربت برضو كذا اكلة تانية. اول فيديو عملته وعجبني الستايل وقلت ده هو ده اللي هنزله وهو ده اللي هبقى الستايل اللي هكمل عليه وهطور عليه. كان هو الكفتة تقريبا. واول لما نزل بقى انت كنت يعني هل في ساعتها ضرب مثلا وجاب فيو كتير ولا يعني على القد خالص؟ يعني اول فيديو ضرب بقى يعني لو نمت صحيت كده زي ما بيقولوا لقيته مره واحده ايه يا جدعان ايه ده فيه؟ بص هو انا الفكره ان انا لما نزلت اول فيديو اصلا ما حدش كان يعرف ان انا نزلت فيديو طبخ خالص. فانا نزلت الفيديو وحطيته على الشانل وما عملتش شير حتى. وبعد كده نزلت فيديو تاني وفيديو تالت، لانه عارف برضو الواحد في الاول بيبقى محرج شويه فاهم، خصوصا ان انا بدرس في الجامعه بقول لك وعندي ستودنتس كتير على الفيسبوك. لا مش انا لا مش انا ما اعرفش عامل شير لفيديو طبخ فاهم اللي هو ايه ده. لا مش انا. فبعد تالت فيديو اتجرأت شوية وقمت عامل شير وعملت بوست كده انا فاكره كتبت فيه بقى اللي هو انا يعني دي حاجة انا عايز اعملها من زمان، وانتوا اللي عارفني عارف قد ايه انا بحب الاكل وبتكلم عن الاكل كتير، واللي عارفني اكتر عارف قد ايه انا بحب ان انا اعمل كونتنت وبحب ان انا اصور فيديوز وكده. فدي حاجة انا عملت فيها كده. وبس. ويعني الحمد لله بعد البوست ده ممكن بقى الفيوز كترت اكتر ما انا كنت متوقع بصراحة. يعني خلاص الناس بقى اللي انا اعرفها دخلت وعملت شير وعرفت بعض وكده. واللي زي ما بيقولوا الشوك فاكتور كان ناجح، او ان هم الناس شافت ايه ده عمر اللي بيدرس لنا ده عامل شانل طبخ وبتاع. فده برضو خلى الموضوع متهيألي ينتشر اكتر. يعني خليني يعني اقول لك حاجه في حاجه الصراحه. انت عمر من الناس القليله اللي بتعتمد في الفيديوهات بتاعتها. الناس بتحس ان انت عامل دراسه، انت يعني انت دكتور فعلا فاهم ان انت جايب دراسه وعامل مقارنات وعامل كل حاجه بناء على ايه. يعني فيديو اللحمه الاخير
او مش الاخير، الفيديو اللي كان من فتره اللي هو هنعمل اللحمه بثلاث طرق يعني، ده هنعيد 24 ساعه وده هنعيد 24 ساعه وده هنجيب نفس حته اللحمه. يعني انت بقى يعني الناس اللي ما تعرفش هتفهم بقى دلوقتي ايه بقى موضوع الدراسه والمقارنات ده يعني، لان هو اصلا مختص في كده يا جماعه. انا بحاول، انا ببقى مبسوط والله. النوع ده من الفيديوهات كمان بحبه اكتر بكتير بياخد منك مجهود من قد اللي ايه هو بقى عشان الناس الوصفات. ما تعرفش ما خلف الكواليس بقى؟ الفيديوهات اللي زي دي ممكن تاخد منك مجهود قد ايه؟ انا هكلمك على الوصفات اللي هي ممكن الناس تكون شايفاها مم. سهلة شوية. لانه الفيديوهات التانية دي مش بعملها كتير، لكن الوصفات مثلا بعمل منها كتير، فانا البروسيس بتاعتها خلاص انا حافظها، عارف هعمل فيها ايه. فهي مش مجرد ان انا بصحى الصبح مثلا وما انا هصور النهارده كذا واصوره. الموضوع الاول بيبدا بان انا اجيب الفكره دي بقى، يا اما مثلا من كومنت شفته، يا اما من اكله جربتها في مطعم حبيت ان انا اعملها، يا اما من اكله شفتها حتى على التلفزيون اغرتني كده. فهو كده بتيجي مم. الفكره. بعد ما تيجي الفكره بتبدا اطول خطوه في البروسيس، وهي مم. الريسيرش. الاكله مثلا، خلينا نقول ان الاكله دي هي الشاورما، تمام. فادخل اشوف اصل الشاورما دي اول حد عملها مين، وعملها ازاي، واتعملت ليه. فابص في تاريخ الاكله شويه، وايه المكونات اللي كانت بتعمل بيها في الاول. فخلاص اوكي، انا كده عندي مثلا الوصفه الاصليه بتاعت الشاورما، الوصفه اللي اخترعوا مم. الشاورما بيها. طيب الشاورما مثلا كانت معموله، خلينا انا بدي الشاورما أكيد. كمثال يعني، مش كحاجه. انا ما عملتش لسه شاورما فراخ مثلا، فعشان كده انا عايز اخدها كمثال. فلقينا مثلا هي اتعملت في تركيا. طيب هم في تركيا عندهم مكونات معينة مش عندنا. طيب لو غيرت بقى المكونات الغريبة اللي عندهم دي واستخدمت مكانها مكونات متوفرة في عندنا كعرب او في مصر او كده، هتفضل حلوة ولا لا؟ طب هبدل دي بايه؟ حاجة تانية، مثلا ايه اللي ممكن اغيره في الوصفة دي علشان يبقى سهل في ان هو يتطبخ في البيت. لان الشاورما معرفش انت عارف ده ولا لا، شاورما جايه من كلمه شيفيرمي اللي هي مم. معناها لف. فهي محتاجه ان هي تتلف. طب ما هو مش كل الناس عندهم روتيسوري او حاجه تلف الاكل في البيت، فازاي اعملها بطريقه تدي نفس طريقه التسويه، بس تبقى سهله ان هي مم. تتعمل في البيت. بس وريسيرش كتير، واشوف بقى زي ما بقولك ان لحد ما اوصل لوصفه سهله وطعمها حلو وطعمها قريب جدا من اللي الناس عايزاه. ابدا بقى ساعتها في التجربه. انا دلوقتي عندي الوصفه مم. الاصليه، اجربها عملتها حلوه ولا لا، مش حلوه خليها. ابدا وصفه تانية، وصفه تالتة، وصفه رابعه من الوصفات اللي انا عملتهم كده وعملت فيهم التبديلات، لحد ما اوصل للوصفه اللي هي دي خلاص اللي انا هصورها. وهنا بقى ابدا التصوير. مم. التصوير بقى، لان انا ما عنديش كاميرا كرو ولا حاجه، فانا اللي بصور لنفسي. بطلع المطبخ، اقعد بقى اظبط الاول في دماغي كده الفريمز، هصور اللقطه الاولانيه دي ازاي، اللقطه التانية ازاي، اللي بعدها ازاي، والكلام ده كله. وانا بصور ابقى في دماغي انا هقول ايه في اللقطه دي لما اجي اعمل فويس مم. اوفر، بحيث ان انا اعرف هطول هنا شويه. مثلا هتكلم كتير عن الحته اللي فيها اللبن، فافضل اعرض اللبن قدام الكاميرا كتير عشان ادي لنفسي مساحه مم. وانا بتكلم ان انا اتكلم عن اللبن مثلا والكلام ده كله. بعد التصوير وخلصت خلاص التصوير والحاجه طلعت لذيذه، يجي بقى الفويس اوفر والاديتنج. اسجل الفويس اوفر بقى، اجي اقعد في المكتب واسجل فويس اوفر في المايك، وبعد كده اقعد بقى على الكمبيوتر اجيب الفيديو كله وارتبه، واقوم حاطط عليه الفويس اوفر ومظبط بحيث ان الحاجه اللي بقولها تبقى بتوصف فعلا بيحصل في الفيديو، وتبقى كل التفاصيل باينه بالظبط زي اللي انا عايز افرجه للناس. واعدل بقى في مم. كل الحاجه، ان انا ابين الحاجات المهمه قوي اخليها واضحه كويس، الحاجات اللي مش مهمه اقصها، الكلام ده كله. لو حاجه صوتها عالي اوطيه، لو حاجه صوتها واطي اعليه، والكلام ده كله. وبعد كده يجي بقى وقت اختيار الثامنيل والابلود، واعمل ابلود للفيديو، واعمل بقى الكابشن مم. والكلام ده كله. واستنى بقى اعمل سكادجولينج للبوست. مثلا انا بعمل ابلود للفيديو يوم الثلاث، واستنى بقى لحد يوم الجمعة لما الفيديو ينزل كده، يا واشوف رد خبر فعل ابيض على الناس. الرحله. انا انا تعبت وانت بتحكي، ما بالك اللي عايشه.
هي متعبه بس حلوه للي والناس بيحبها. بتقدر ده جدا، الناس بتقدر ده جدا، حتى الكومنتات بيبقى كلها حاجات كلها تقدير لده جدا. انت فعلا بتقدم حاجه مختلفه عن انا اي حد انا تاني انا بيقدمها. انا بتبسط جدا من الكومنتس اللي بتقعد تقول لي باين المجهود في الفيديو، اللي بتقعد تقول لي الكواليتي بتاعت الفيديو الكواليتي حلوه، باين، الدراسه ده باينه. بتبسط لانه اللي انا عملته باين للناس حلو، خلاص ده ايوه، كفايه. موضوع بسيط. انت بتبقى مراعي كل حاجه بتختارها في الفيديو بتختار. وانت يعني الصراحه في حاجه برضو كويسه جدا، انت بترد على كل الكومنتات اللي بتكتب لك. اي معظمها ايا بحاول كانت ايه والله، بقى، لو بس حد مثلا قالك انت ازاي عملت شير للفيديو، حاجه مالهاش علاقه بالطبخ اصلا، تخش تقول عادي. تخش ترد عليه برضه. حد بيقول لك طب جرب الوصفه دي بقى، انا جربت احط شويه روزماري، حلو نجربها، حلو الروزماري. يعني لا، حاجه يعني حاجه كويسه جدا فيك. طب خلينا يعني نتنقل من الحته دي شويه، ونروح بقى ايه لحته برضه في مجالك وتخصصك. بس يعني انت ايه، يعني انت مالكش علاقه بيها، او اللي هي نوعيه بقى الفيديوهات اللي هي بتبقى فود ريفيو على مطعم او مكان او اكله او كده. انت ليه مش يعني خلينا برضو نعرف وجهة نظرك في الموضوع ده. انت ليه مش متعمق في المجال ده قوي، وبعد نفسك عنه كده زي ما بيقولوا، او قليل قوي فاهم لما نلاقيك في حاجه زي كده؟ يعني هو انت زي ما انت قلت، انا مش باعد اه نفسي عنه قوي، بس انا اه مخليه قليل بالظبط. او محجمه قوي. انا عملت سلسلة كان فيها مقارنات بين برودكتس كتير، بين منتجات في السوبر ماركت، بين شركات مختلفة. في كذا مشكلة بقى في الموضوع ده، في المقارنات. اول حاجة انه الناس بتبقى فاكرة ان ده اعلان، دي حقيقة، الشركة اللي بتكسب سواء بتتوقع محل او شركة. وحقهم بصراحة، لانه في فعلا ناس ريفيورز بيعملوا مقارنات ويكسبوا مثلا اللي هو اللي عامل معاهم اعلان. بس يعني انا مثلا هتكلم انا مش عايز اقول والله اسامي براندز، بس في فيديو عملته وشركه معينه كسبت فيه، وهم كانوا فرحانين قوي انها كسبوا الشركه. السي او بتاع الشركه كلمني وقال لي عمر، يعني انا مبسوط جدا ومبسوط ان الحاجه عجبتك، احنا عايزين يعني تقديرا للفيديو ده ان احنا نعمل عندك اعلان. فانا قلت له مش هينفع ابقى لسه مكسبكم والناس تلاقيني بعمل اعلان عندكم عنكم الفيديو اللي بعديه هيقولوا 100% انا كنت واخد فلوس على أيوة. على المقارنه. فدي اول مشكله، ان هو حسيت ان الكومنتس ساعات بتبقى سخيفه، بتضايق شويه عليه الناس كلها، انت قبضت كام علشان تكسب الشركه دي، عملت ايه؟ فده كان سبب. تاني سبب اني كذا مقارنه عملتها، بعدها مثلا ب3-4 شهور الاقي الكواليتي بتاعه البرودكتس اللي انا جربتها اختلفت جدا. حاجه كانت حلوه بقت وحشه، وحاجه كانت وحشه بقت حلوه، اتطورت وكده. فلو يعني بقيت الاقي كومنتس تنزل لي على الفيديوز تقول لي يا عمر انا جبت البرودكت اللي انت قلت عليه مش حلو ولقيته على فكره ان هو حلو، ما فيهوش مشكله. او حد تاني يقول لي انا جبت البرودكت اللي انت كسبته هنا ولقيت ان هو مش حلو خالص، انت ازاي قلت عليه حلو؟ فانا مسحت السلسله دي كلها. انت دلوقتي لو دخلت عندي على البيج مش هتلاقي منهم ولا فيديو، هم كانوا حوالي 5 فيديوهات مسحتهم كلهم. بصيت لها بنظرة ان انت ممكن تكون مثلا يعني ناس تكون مثلا حسنت من نفسهم فيما بعد، فانت لو حد شاف الفيديو دلوقتي ممكن ما يشتريش المنتج، يقول لا ده عمر مثلا قالوا انه وحش فانا مش هشتريهم حتى لو حسنوا من نفسهم. بالظبط، من الناحيتين، اللي هو زي ما بقول لك حد هيلاقي يعني هم لما يحسنوا من نفسهم حد مش هيشتريه، والتاني اللي انا بقى عملت له ريكومنديشن وبعد كده حد يشتريه ويلاقي ان هو بقى اي كلام. فبما ان هي مقارنه وفيها اسامي شركات تانية، يعني انا مش بتكلم عن شركه واحده، مش ريفيو لشركه واحده، لا ده انا بقارنه بحاجات تانية، فحسيتها لا مسؤوليه كبيره بلاش. فقمت يعني موقف السلسله دي، وزي ما بقولك مسحت الفيديوهات رغم انها كانت فيديوهات ناجحه جدا عندي، كانت من اكتر الفيوز يعني اللي جايبها، لان الناس اكيد مهتمه بالموضوع ده. فبقيت اكتر يعني اللي بعمله دلوقتي ممكن اخليه عن حاجه واحده، يعني اللي هو مثلا برودكت واحد اجربه واقول رايي فيه وخلاص، انا مش بقارنه بحاجه تانية. وبرضو بقيت مش بحب اكتر منه، يعني بعمل فيه قليل. وطبعا في الاعلانات اللي هي الريفيوز اللي بتبقى اعلان، بس ده ما بيبقاش ريفيو ده يعني انا هقيم حاجه اقول حلوه ولا وحشه، غير ان انا بصراحه اعلن عن حاجه. بس لما بعلن عن حاجه بقول ان ده اعلان، طبعا بصرح بحط البيد بارتنرشيب ليبل اللي هو بقول يعني ده زي يحتوي على اعلان، ومش بقارنه ببرودكت التاني، لا هو البرودكت ده بس اللي انا بتكلم عنه وبقول رايي فيه بصراحه. طب انت رايك ان
ان نوعية الناس اللي هم بيعملوا الفيديوهات اللي هي بتاعت الفود ريفيو للمطاعم، او لو منتج جديد نزل عند مطعم او محل بقى، سواء حلويات سواء سواء اي نوع اكل، انه يعرف الناس في الاول يا جماعه ان ده مثلا اعلان وانا بجرب من يعني انا بجرب هقول لكم ذوقي، بس في الأول وفي الاخر ده اعلان، احسن ما ياخدهم في سكه اللي هو وانا اه ماشي طبعا. صدفه يا جماعه دخلت لقيت حاجه غريبه نزلت لا 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 فقلت اجرب. لا، بص هو برضو بصراحة يعني، ما هو انت لازم تخلي فيه قصة في الاعلان عشان ما امم يبقاش ممل، لكن لازم تبقى قايل انه ايوه اعلان في يعني في الاول الاول وفي في الاخر الاخر. لازم يبقى ده اعلان. بالظبط، لازم اللي يتفرج يبقى عارف ان انت يعني انت بتعلن عن برودكت، انت مش بتقيمه دلوقتي بشكل امم عشوائي. انت مش فجأة لقيت نفسك في المحل. ممكن علشان الفيديو ما يبقاش ممل بتعمل قصة، اللي هو مثلا عملنا كذا وجبنا كذا، بتعمل سيكونس للقصة. لكن لازم زي ما بقولك هتلاقي، يعني انا مش بتكلم عن نفسي بس، في كتير كده بتلاقي حاطين ان هو فوق مكتوب ده paid partnership، امم ده الفيديو ده اعلان، ده مدفوع عليه فلوس من الشركة، فمن حقه. بس برضو من حق اللي بيتفرج اول حاجه ان هو يبقى عارف ان ده اعلان، ومن حقه عليا برضو ان انا اي كلمه اقولها حتى في الاعلان تبقى امم حقيقيه. ما اجيش مثلا عشان واخد فلوس من شركه اقول ان دي احسن جبنه في مصر وانا عارف ان هي مش احسن جبنه في مصر. لا يعني ممكن اعلن عنها من غير ما اقول حاجه مش امم حقيقيه عنها. طب انت بقيت شايف ان الموضوع ده بقى يعني في مصر بقى منظومه اكتر ما بقى انه الناس دي مثلا عاوزه تفيد اللي بيتفرجوا على حاجه، يعني مثلا مطعم ما يعني قرر انه ينزل منتج جديد ويسميه اسم ترند، فقرر انه يجيب مثلا شخص بيعمل فود ريفيو عشان يعمله فالناس تشوفه فينتشر اكتر. يعني الناس كلها بتعمل ده كمنظومة، بس ما حدش همه انه يفيد مثلا الشخص اللي هو لا ده فعلا حاجة كويسة بيقدموا منتج كويس، هو بس عاوزين يعملوا ترند وسوشيال ميديا وخلاص على كده. اعتقد ان الناس بقت ذكية دلوقتي من ناحية السوشيال ميديا. مم. الناس بقت فاهمة مين البلوجرز او الكونتنت كريترز مم. سوري، مين الكونتنت كريترز اللي مم. بيقولوا فعلا كلام حقيقي. لما بيعملوا ريفيو بيبقوا الكلام اللي فيه ما فيهوش مبالغة وكلام حقيقي وزي التجربة بتاعتهم سواء اعلان او لا. ومين البلوجرز اللي بيروحوا اي مكان ويقولوا عليه مم. حلو جدا. انا ك كونتنت كريتور شفت كونتنت كريتور تاني مشهور قوي عامل ريفيو عن مطعم كده وكان بصراحة شكل مم. الأكل رهيب، عجبني جدا. رحت المطعم ده وجربته، وكان بصراحة يعني مش عادي. هو أنا استغربت إنه الأكل كان وحش وهو كان بيعمل فرايد تشيكن، فأنا مستغرب إن حد بيعمل فرايد تشيكن وحشة، فاهم؟ دي حاجة سهلة مم. أوي إن هي تبقى حلوة. فمن ساعتها وانا الفود ريفيور ده ما بتفرجش عليه، ما بتفرجش على اي حاجه ليها علاقه بيه. فالناس هتبقى كده مم. نفس الكلام، هتتفرج على بلوجر معين تلاقي ان هو راح مطعم وطلع المطعم ده وحش، مطعم هيخسر تاني بقى والمطعم ده تاني هيخسر وحش، خلاص مش مصداقيته هتفرجوا عليه عند الناس. تالت. مم. بالظبط. فعلشان كده اعتقد حتى لو هي منظومه زي ما انت بتقول مش هتستمر ومش هتضحك على الناس قوي كده. لا، هو المكان عشان ينجح محتاج ان هو يبقى فعلا كويس. جاب بلوجرز ما جابش بلوجرز، لو هو مش كويس الناس دلوقتي بقت ذكيه وعارفه مين اللي فعلا بيقول صح، البلوجر اللي يروح ويتكلم صح، ومين البلوجرز اللي بتروح وعارفين ان هم بيقولوا اي كلام كده وخلاص عشان يجيبوا ناس ومش هيروحوا المكان اللي هم بيعلنوا عنه دي ده. دي حقيقة دي حقيقة. طب أسألك سؤال تاني كده بعيدا عن امم الموضوع ده. أنا دلوقتي اوكي. لو واحد بيحب الأكل وبيحب المطبخ وبيحب يخش ويجرب وكده، ايه أول خطوات اللي أنا عاوز أعملها لو حد عاوز يتعلم الطبخ برأيك ممكن يعمل ايه عشان يخش المجال ده؟ آه الطبخ حاجة مم. سهلة قوي، ما حسب انت هتعمل ايه. يعني انا رأيي ان هو حاجة اساسية، كل الناس محتاجة ان هي تاكل، فكل الناس محتاجة ان هي تطبخ. فممكن شخص ما عندوش اي فكرة عن المطبخ ممكن يجرب يعمل ساندوتش جبنة. يعني دي حاجة سهلة قوي ان هو يفتح عيش مم. ويحط جواه جبنة، يتفرج على فيديوز يشوف حتى ازاي الاول يعمل اسهل حاجة ممكن تتعمل، يعمل مكرونة بالصلصة. بعد المكرونه بالصلصه يشوف طب لو انا حطيت على الصلصه دي مثلا ايه اسهل نوع لحوم اسويه. اللحوم المصنعه، الهوت دوج مثلا او البرجر الجاهز، يتعلم ازاي يزود دي مم. على دي. بعديها ادخل بقى على الفراخ، ادخل على اللحمه، ادخل على الكلام ده كله لحد ما اوسعها. لو حد عايش مع اهله وعنده مامته في البيت ربنا يبارك له في عمرها، يدخل معاها المطبخ، دي احسن طريقه يتعلم بيها، يبدا بيها الطبخ. مم. احسن طريقه
يشوف الاكل بيتعمل بعينيه ويجرب بايده قدام حد شايف الشخص ده وهو بيجرب، هتبقى مامته شايفاه وهو قاعد بيطبخ. فدي احسن طريقه في رايي. طب يعني انت تفتكر ان العنصر النسائي مش هيغير شوية، اللي هو لو في مرة قرر يعمل حاجة حلوة وعجبت العيلة اظن مش هيسيبوه يعملها تاني. انت واجهت ده عندك في العيلة ولا كان الموضوع بيتاخد بروح رياضية؟ هو تقريبا العيله كلها يعني، احنا كنا يعني زي ما بقول لك انا وبابا وماما واخواتي بنعرف نطبخ لا فعادي يعني، لا ما كنت كانش محظوظ في في الموضوع. كده. بالظبط. طب يعني خلينا يعني ايه نختبر كده، نختبر الحس الطباخ اللي جواك. ويعني الناس موصلين لنا اسئله كده، هم 3 اسئله عامه، فاهم؟ 3 اسئله سريعه كده وجاوب ماشي. عليهم بسرعه، فاهم؟ حاجات لها علاقه في الطبخ وكده. طيب يعني خلينا اول نستعد، حاجه، يلا ازاي اسأل. المكرونه ما تعجنش منك؟ بص، بتعتمد على كذا حاجة. أول حاجة كواليتي المكرونة، إن هي ما يكونش فيها نشا يعني ده كتير. اهم حاجه برضو، هنحاول آه نوصلها للناس ان كواليتي مش المكرونه أهم يعني برضو حاجة. حاجه ما كناش واخدين بالهم منها، ان الكواليتي بتفرق برضو. بالظبط، المكرونة الكواليتي قليلة بيبقى فيها نشا كتير، والنشا الكتير بيتقل يعني بيبقى على طبقة المكرونة من بره وبيخليهم يلزقوا في بعض. ده ممكن نحله شويه بان احنا نحط زيت على الميه بتاعت سلق المكرونه، بان احنا نقلب المكرونه كتير وهي بتستوي. ده بيتحل، بس هي دي اول مشكله الناس ما تمام تشوفهاش. جدا. تاني مشكله ان احنا نحط ميه كتير في الحله، فحتى لو في النشا تبقى تركيزها قليل في الميه اللي بيتسلق فيها المكرونه، فبرضه ما تخليهاش تعجن. نحط المكرونه في ميه بتغلي، الميه تكون بتغلي لما ننزل فيها المكرونه، ونقلب كل فتره نتاكد المكرونه مش معجنه. ودرجه الحراره تبقى مظبوطه، اللي هي تبقى عاليه ما تبقاش واطيه. درجه المكرونه الهاديه هتخلي برضو المكرونه تمام تعجن. جدا، اهو حاجات سريعه جدا ومظبوطه. تاني سؤال، ازاي نطلع بشاميل مظبوط؟ في المكرونه بشاميل بالظبط. لا دي قصه طويله. دي اصل البشاميل في اهم بشاميل حاجتين مثلا وجهه خفيف، في نظرك، ان بشاميل ساعات يقول تقيل. لك ايه ده مفيش بشاميل اللي فيها، ده البشاميل اللي ما بعرفش اظبطه. اهم حاجتين. هقول مثلا زي البشاميل اه ما يكتلش. البشاميل ما يكتلش بان احنا نزود الدهون، الزيت او السمنه او الزبده اللي هندوب فيها الدقيق ده يزيد. هو على طول النسبه المتعارفه ان معلقه دهون عليها معلقه دقيق. ممكن نكترها شويه لو بيكتل مننا كتير، نخليها معلقتين دهون عليها معلقه دقيق، او معلقه ونص دهون عليها معلقه دقيق. والحليب اللي بنزوده او اللبن يبقى بينزل واحدة، ينزل واحدة ونقلب لحد ما الرو بيتسمى الرو ده يمسك نفسه. بعد كده نحط لبن تاني ونقلب لحد ما يمسك نفسه، نحط لبن تاني ونقلب ويمسك نفسه. لو كتل في الاخر برضو من هنا عادي، البشاميل ممكن يتحط في الخلاط او في الكبة ويتضرب وهيشيل تمام الكتل جدا. ويتصفى تمام جدا. بس تاني سؤال بقى، ايه احسن حته في اللحمه قطعه؟ لا ده سؤال يعني ملوش من وجهه إجابة. نظرك تنصح بقى اصل للناس؟ دي ما هو حسب يعني. الستيك في ناس لو البقرة كانت متربية صح وجراس فد وكده، يبقى ممكن الريبا يبقى حلو عشان الدهون داخلة فيه وتعمل ماربلينج، فيبقى حلو الريبا يتعمل ستيك. بس لو كانت البقرة كبيرة مثلا او كده، الريباي ممكن ما يستويش، فنبقى عايزين ناخد مثلا حتة من طب هل في الفليتو. حته مثلا من وجهه لا نظرك ملهاش. underrated الناس مش مديالها اهميه، بس لو جربوها لا يعني هتفرق معاهم كتير جدا؟ مفكرت سؤال حلو بس انا مفكرتش فيه خالص قبل كده. ممكن انت تبقى تعمله فكرة فيديو بقى الناس ممكن. تبقى تتابعوا بعض. انا برضو بصراحه ما استخدمتش يعني حتت غريبه في اللحمه يعني. يعني في ناس كتير اشطر مني في الحته دي. محمد صلاح مثلا اشطر مني قوي في الموضوع بتاع اللحمه، هو فاهم جدا في اللحمه. محمد صلاح مش لاعب كوره طبعا، محمد صلاح الشيف عشان الناس اللي اسمها بالظبط. هو اشطر مني جدا في حته، هو دارس كل حاجه في اللحمه. لكن انا اللي استخدمت الحتت اللي كل الناس بتستخدمها: وش الفخده، الفليتو، التريبيانكو، الانتركوت، الريباي، العادي اللي هو الناس كلها معظمها بيستخدمه. فعشان كده ممكن اجابه السؤال ده ما تبقاش عندي يعني. يعني اللي عاوز بقى يعرف اجابه السؤال ده، عمر هيبقى عامل له فيديو مخصوص بقى ايه يعني في العيد بقى، مثلا في العيد الكبير بقى، في العيد الكبير بقى مثلا. احنا يعني مش عاوزين نطول عليك، ويعني
احنا عارفين ان وقتك يعني انت اكيد مفضلنا وقت عشان خاطر الحلقة دي، فده شيء شرفنا والله يا عمر. لا انا مبسوط والله اصلا، ويعني يعني ان انا معاك النهارده، اتبسطت يا رب بالحلقه تكون دي جدا. عجبتك، واكيد دي وده اول بودكاست اطلع فيه، فهي تجربه ومش هتبقى جديده اخر مرة وحلوه بقى اكيد بصراحه. معانا احنا، واكيد مش هتبقى اخر مرة بقى في البودكاست عامة بقى. ان شاء الله. حبيبي يا عمر حبيبي. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتات وكل الحاجات الجميلة دي، واستنونا الحلقة الجاية من البودكاست بتاعنا.